السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ام ياسين مع فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه ديال اليوم غادي تكون الحريره وهي الطبق الرئيسي عندنا في شهر رمضان. يعني ما يمكنش تكون واحد المائده رمضانيه مغربيه وما تكونش الحريره حاضره مع التمر والشباكيه والسلو. كندوزو المقادير وطريقه التحضير. كنحضرها بواحد الطريقه يعني سهله ومبسطه وكتجي من ألذ ما يكون. عندي هنا واحد الكميه ديال اللحم اللي كنقطعو الطرف صغار، يعني انا ما كنستعملش العظام في اللحم عفوا في الحريره ديالي. عندي واحد 4 ديال البصلات الصغاورين ولا جوج متوسطين، زلافه ديال القزبر، زلافه ديال المعدنوس وزلافه ديال الكرافس، وطبعا كلشي مغسول ومنقي ومقطع. وعندي هنا واحد الكميه ديال العدس اللي كنكون فزكته من قبل. وانايا ضروري البنات ما كندير العدس في الحريره ديالي، يعني ما يمكنش نصاوب الحريره وما نديرش فيها العدس. عندي هنايا واحد الكميه ديال الحمص اللي كنت نفختو ولا فزكتو وكنحطو في الكونجيلاتور. وانا بالنسبه للحريره ديالي راه ما كنديرش الطماطم يعني طريه، كندير هاد الطماطم المعلبه اللي كتكون كامله، طوماط بولي كتسمى، وكتجي بها الحريره بنينه بنينه بزاف البنات. هذه هي العلبه ديالها من فئه 240 غرام. كندير جوج ديال العلاب، ما يعادل تقريبا واحد 500 غرام ديال الطماطم. عندي واحد الكاس ديال الزيت ما عمرش بزاف، عنبه ديال زيت المائده طبعا اللي كتقدروا تعوضوها بزيت الزيتون. انا ما كيبغيوليش البنات ولادي زيت الزيتون. عندي جوج معالق كبار ديال الخرقوم، ملعقه صغيره ديال الابزار، ملعقه صغيره عمره ديال سكينجبير، ملعقه ديال ديك العطريه الخاصه بالحريره. عندي ملعقه كبيره ديال السمن، وعندي ملعقه كبيره كذلك ديال الطماطم المركزه والسبن اللي كنت صوبته في الدار. غادي نخلي لكم الرابط يعني في صندوق الوصف، راه الوصفه في القناه ديالي. وعندي جوج ضمات ديال الزعفران. كناخذ انايا البنات كنطحن كلشي، يعني ما كنقطعش، كنطحن كلشي هاد المقادير: القزبر والمعدنوس والكرافس والبصله والطماطم. كنجيب واحد طحانه، كنحط فيها واحد الكميه، يعني داكشي اللي غادي تهز لينا. كنطحنو في الاول حتى كنطحنو كيهود معنا داك الخليط. كنجيو كنزيدو الباقي ديال المقادير، البصله وداك القزبر. كنطحن كلشي مزيان مزيان في هاد الطحانه. هذه هي الطريقه ديالي انا باش كنصوب الحريره البنات. كنجيب واحد الكوكوت كنفرغ فيه هذيك الزيت، وكنزيد البنات الملح، والملح كيبقى على حسب كل واحد. وكنعتذر الملح راني ما ذكرتوش في المقادير، ولكن راه ضروري، واخا ما ذكرتوش البنات ونسيتو، راه ضروري من الملح في الماكله. غير هي كتختلف حسب يعني كل واحد كيف كيبغي الملوحه في الماكله ديالو. كندير الملح في الاولى البنات باش ما كيسقش ليا داك اللحم في القعر ديال الطنجره، سيرتو الطنجره يعني ديال اينوكس راه كتلصق لينا واحد شي شويه. انا كنجي كنزيد دوك القطع ديال اللحم. انا ضروري ما كنقوم بهذه الخطوه، يعني خصني ضروري ما نقلي شويه داك اللحم، ما كنخليش حتى كيتقلى يعني وكيتحرق معنا. غير كتسخن لينا ديك الزيت كنحطوا داك اللحم وكندوروه واحد 3 ولا 4 ديال المرات. بهذه الطريقه راه كيعطينا واحد البنه ولا واحد لوغو في الحريره ديالنا اللي كيجي زوين بزاف بزاف. يعني انا دائما كنقوم بهذه الطريقه، كنخلط مزيان مزيان داك اللحم في ديك الزيت. وكنجي كنزيد هذاك الخليط ديال البصله والربيع والمطيشه اللي كنت طحنته، كنزيدو على هذاك اللحم. كنخلط كذلك مزيان حتى كتندمج لينا المقادير. كنجي كنزيد داك الحمص كيف ما كتشاهدوا راه عاد مجمد، واخا غسلتو يا البنات كيبقى مجمد حيت الطقس راه عندنا بارد. انا كنجي كنزيد ديك العطريه بالكامل ولا دوك المقادير بالكامل، وكنخلط كلشي حتى كتندمج لينا هاد المقادير بالكامل مزيان. يعني واحد الطريقه اللي هي سهله البنات ومبسطه، وكتجي كيف ما قلت لكم الحريره من اروع ما يكون، كتجي بنينه بنينه بزاف البنات. وهنايا كنجي كنروي بالماء المغلي طبعا اللي كنت غليته من قبل، ما كنرويوش بالماء البارد. كنديروا هذيك الكميه ديال الماء اللي كنحتاجوها. وكنجي هنايا ضروري ما كنسد على الكوكوت ديالي وكندير لها الصفاره باش كيطيب لينا الحمص، حيت الحمص راه كيهز لينا شويه ديال الوقت في الطياب. انا بعد ما كيطيب لينا داك الحمص كنحط على الكوكوت ديالي وكنجي كندورها. هنايا عندي الدقيق، دائما البنات انا كندير هاد الخطوه. يعني الدقيق ديالي راني كنخلطو بشويه ديال الخماره ديال الخبز، يعني هي واحد الطريقه صحيه اللي كينصحوا بها الاطباء، حيت كيكون مضر هذاك الدقيق اللي كنزيدوه بلا الخماره في الحريره.
وهذه هي الطريقة اللي كانوا كيستعملوها جدودنا. كنزيد واحد الكمية ديال انا عندي هنا واحد 3 ديال المعالق ديال الدقيق، والدقيق كيبقى على حسب الكميه ديال الحريره اللي صوبتوها. انا الحريره ديالي ما كنبغيهاش تجي ثقيله بزاف وما كنبغيهاش تجي خفيفه بزاف، يعني كنبغيها تجي هذيك هي. كنبقى كنخلط مزيان مزيان داك الدقيق، وطبعا كنقصوا على العافيه، ما كنجهدوا لهاش باش ما كتفيضش لينا الحريره ديالنا. وهنايا البنات كنزيد مباشره بعد ما كنخلط ولا كندور الحريره ديالي، كتكون عندي واحد الكميه ديال القزبر اللي كنقطعها رقيق. وهاد الخطوه كذلك دائما كنديرها في الحريره ديالي باش كيعطينا واحد المنظر، يعني داك القزبر كيبقى باين لينا في الحريره وكيعطينا واحد المنظر اللي هو جميل. ما كتجيناش الحريره غير هكذاك صفراء، يعني هذوك القزبر راه كيعطينا واحد المنظر اللي كيكون جميل، وكيزيد لينا كذلك واحد النكهه للحريره ديالنا اللي كتكون جميله كذلك. كنخلطو مزيان مزيان حتى كيخلط لينا داك القزبر مع ديك المقادير. بالنسبه للعدسه البنات انا ما كنزيدوش في الاول، حيت العدس عندنا هنايا راه كيطيب بسرعه، حتى كيتبقى لينا واحد 10 ديال الدقائق باش كنطفيو على ديك الحريره. كنجيو كنزيدو هذاك العدس كنخلطوه مزيان مزيان، ومن بعد ما كتدوز واحد 5 ديال الدقائق كنجي كنزيد شويه ديال الشعريه كذلك. كتقدروا تزيدوا السباكيتي كيف ما بغيتو. والشعريه طبعا راه ما كتهزش معنا بزاف ديال الوقت باش كطيب، غير واحد المده ديال 3 ديال الدقائق. كنحسبوا بالكامل 5 ديال الدقائق وكتكون الحريره ديالنا واجده وكنطفيو عليها. صدقونا البنات الحريره بهذه الطريقه راه كتجي لذيذه لذيذه بزاف، وانا كنفضلها على ديك الحريره باش اللي كنديروها بالخضره. واحد الطريقه اللي هي مبسطه ومقادير يعني بسيطه اللي كتكون متواجده في كل بيت وكتجي من اروع ما يكون. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. كنقول لكم مع السلامه والى فيديو مقبل ان شاء الله.